النهاردة هنعمل مع بعض شوية فول عجمية. هنقول فول ولا نقول ده زبدة ولا نقول ايه الجمال والطعامة ديت. هنعمل مع بعض شوية فول دايبين، والفولية الواحدة بوحدتها وبرغم كده من جوه دايبة ومستوية. يلا كده نشوف الوصفة بتاعتنا، نسمي الله ونصلي على رسول. معايا نص كيلو فول، وهحتاج معاه حوالي كوباية من الفول المدشوش. ما عنديش فول مدشوش هقولك في الفيديو دلوقتي هنتصرف وهنعمل ايه. اول حاجة كده هنجيب مية، مش شرط مية مغلية ولا اي حاجة، طبعا مية من الحنفية، وهنضيفها على الفول بتاعنا وهنسيبها من بالليل للصبح، او تسيبيها منقوعة من 6 ل8 ساعات، والافضل نضيفها 12 ساعة منقوع في المية. هنسيب بقى الفول بتاعنا منقوع كده، انا نقعته من بالليل وصبحت الصبح كده ايه شطفته، وزي ما انتوا شايفين الفولاية نفشت وبقت الفولاية بفولتها كده اهوت، مفيش فولة فيها مفككة ولا اي حاجة. اهم حاجة اختيار نوع الفول الابيض، الفولية الكبيرة. هجيب بقى معايا الحلة، واللي عنده دماسة طبعا يستخدمها، واللي ما عندوش دماسة هيستخدم الحلة عادي جدا، مش هنوقف نفسنا. معايا هنا كده كوباية من الفول المدشوش، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو اللي ما عندهاش بقى فول مدشوش هتتصرف زي ما انا عملت كده. هجيب بقى الفول طبعا بعد ما اتنقع بقى سهل في ان هو يتقشر ويتفكك معايا. هاخد منه شوية من الفول كده وافككهم حوالي كوباية، وهضيفهم معاه بدون القشر بتاعه طبعا هتخلص منه. ومعايا كده كوباية من الايه العدس الاصفر برضو مغسولة ومصفية، وهضيفها على الفول بتاعي. وهنزل بحوالي طماطميتين هقطعهم 4 تربع بس مش هفصلهم، وهنزل بيهم برضو على الفول بتاعي. ومعايا كده جزرتين برضو مغسولين ومتقطعين كويس، ومش تقطيعة كبيرة، التقطيعة رفيعة شوية. وهنزل معايا بليمونة كاملة هقطعها نصين وهحطها. وهجيب برضو معايا مية من الحنفية، مش شرط مية مغلية، لان في ناس كتير تقولك لا زوديها بالمية المغلية، او لو الفول ميته اتشربت منك وهو بيستوي ضيفيله مية مغلية، مش شرط، هي مش هتفرق في شيء مغلية او من الحنفية. بس كده غطيت الايه المكونات بتاعتي او الفول بتاعي بالمية، وهاخدهم ارفعهم ايه على النار. رفعت الفول بتاعي على النار، وهسيب النار عالية عليه اول ربع ساعة. بعد اول ربع ساعة ابتديت بقى ايه شلت الغطا من عليه، واحط عليه المكون السحري اللي هيخليه يقعد على النار ساعة او اقل من ساعة، مش هيقعد 4 5 6 ساعات زي ما متعودين. نزلت كده بحوالي نص معلقة من الكربونات او بيكربونات الصوديوم، دي اللي هتسهل عليا الدنيا ومش هتخلي الفول بتاعي ياخد وقت، وهتخليه دايب وزي العجمية والفولية بفولتها، وبرغم كده الفولية من جوه دايبة. سيبه بقى على النار ساعة كاملة وهو على نار سهرية، وبعدها بالظبط كده بقى هطفي على الفول بتاعي. زي ما انتوا شايفين المية بتاعة الفول بتاعي تقيلة منها فيها، والفول بتاعي لونه فاتح وجميل زي ما انتوا شايفين. وعلى الرغم من كده مفيش فولاية مهرية ولا اي حاجة، وكل المكونات اللي معايا دابت، حتى العدس مش باين له انه كان فيه عدس ولا كان فيه اي اضافات للفول. شايفين كده اللون الفولاية فاتحة والمية بتاعته فاتحة، والفولة بفولتها. بس بص كده معايا هتلاقي الفولاية من جوه دايبة زي الزبدة. طريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها سهلة جدا وتسهل علينا الدنيا، كلنا نعملها في رمضان بكل سهولة. يا رب الفيديو يكون بسيط وعجبكم، والسلام عليكم.